بس في سؤال والله بجد قبل ما ادخل في المباراه واتكلم عن احداث المباراه وكده. الكره اللي هي اللي بعد الهدف بتاع كهربا، في ناس كده والله عايز اسالها بجد، احساسك ايه وانت شايف كهربا وامام عاشور الاثنين عمالين يعملوا لك كده؟ احساس مش عارف بصراحه، نفسي اعرف الاحساس اللي وصل لكم. بس ما علينا ايه يعني النهارده بيراميدز يكسب 6-1 وقفشه يجيب هدفين عشان خاطر يفكرنا بالقضيه ممكن، ويحتفل بالقضيه ممكن للجمعه ال 148. فمش عارف هل هي صدفه ولا في حاجه غلط ولا هي نوايا ولا ايه بالظبط. انا والله العظيم ما اعرف، انا عن نفسي ما اعرفش، بس هي حاجات غريبه بتحصل. الله يكون في عونكم فيها يعني. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا كلنا شفنا مباراة الأهلي وسان جورج، والحمد لله الأهلي قدر يفوز بمباراة كانت طبعا مريحة وسهلة، والأهلي دايما بيسهل الدنيا على نفسه. بس في سؤال والله بجد قبل ما أدخل في المباراة وأتكلم عن أحداث المباراة وكده. الكرة اللي هي اللي بعد الهدف بتاع كهربا، في ناس كده والله عايز أسألها بجد، إحساسك إيه وأنت شايف كهربا وإمام عاشور الاتنين عمالين يعملوا لك كده؟ احساس مش عارف بصراحه، نفسي اعرف الاحساس اللي وصل لكم. بس ما علينا ايا كان. المهم النهارده طبعا الحمد لله الاهلي بيقدر يفوز على الفريق سان جورج الاثيوبي اللي هو منافس طبعا ولايه ديتشا في اثيوبيا يعني، وده الفريق المنافس بتاعه، وبيفوز برباعيه الحمد لله في مباراه الفرص الضائعه. بس نقول الحمد لله 4 اهداف طبعا كويسين، منهم هدفين لمين بقى؟ لقفشه اللي مش عايز يفوت الفرصه، قال لك اما احتفل يا عمي على القضيه بتاعتي، والليله النهارده ال 148 للقضيه ممكن، فانا عايز احتفل بيها، فقال لك هحتفل بيها بهدفين. يعني ما حبش ان هو يحتفل بهدف واحد بس، وحب ان هو يحتفل بهدفين، وكهربا طبعا هدفين، واحيوا معانا الايه الذكرى ال 148 للقضيه ممكن. بالنسبه طبعا للمباراه، مباراه زي ما بقول لكم هي مباراه سهله، مباراه يعني متاحه، مباراه متاحه، والمباراتين طبعا في القاهره. واحد يقول لي انت فرحان ليه مثلا، او انت شايف ايه يا عم المشكله يعني لما تكسب فريق سان جورج رايح جاي في ملعبك؟ اقول لك ما يا حبيبي، ما هو كده كده كسبانوا الماتش اللي فات 3-0 والنهارده 4-0، يعني فرضنا ان ماتش منهم كان هو ماتش الذهاب عندي هنا، فاكيد ان انا هروح هناك هكسبه برده يعني، او على الاقل خالص ان انا هتعادل، مش هتغلب منه مثلا، مش هتغلب زي مثلا فرقه ثانيه بتتغلب من فرقه اسمها سولار ولا بنزين ولا مش عارف ايه، وفريق جيبوتي مع كامل تقديري واحترامي طبعا للكره الجيبوتيه اللي هي عمرها ما كسبت في حياتها كلها او في تاريخها كله اي فريق من مصر يعني. يعني الموضوع مش هيبقى صعب قوي يعني انت فاهم، الموضوع مش هيبقى اوفر يعني بالنسبه لنا، بس نقول الحمد لله وفوز كويس زي ما قلت لكم. النهارده الاداء كان كويس، الاهلي ماسك المباراه طبعا بالطول والعرض من بدايه اللقاء لحد اخر اللقاء، ريحنا النهارده عناصر كتير موجوده في الفرقه، وقدر الاهلي برده يبان بنفس الشكل بتاعه بنفس التكتيك بتاعه. وطبعا كولر ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله بيعرف ازاي يسير اللقاءات بكل الامكانيات المتاحه بالنسبه له. وبالمناسبه برده عشان في حاجه عشان مش عايز انساها، لان في حاجات كده ما ينفعش ان هي تتنسي يعني. كان النهارده طبعا الفوز بمشاركه امام عاشور اللي هو دايما في بين قوسين كده دايما في كلمه النحس، مش عارف يعني في ناس كتير كانت دايما بتقولها، ومش عارف لما انا برجع اكررها ليه بيزعلوا مني يعني، مش عارف والله العظيم بجد احساس غريب جدا. يعني انت بتزعل مني ليه؟ طب انت اللي قلتها، انت اللي قلت عليه نحس. فلما كل ما الاهلي ما هيكسب كل ما هفكرك بالكلمه، انت بتتضايق ليه من كلمه ان انا اقول لك بين قوسين النحس دوت اللي تسبب طبعا في الهدف الاول بالفاول اللي هو عمله، وقدر قفشه يترجمه طبعا عشان يعزز طبعا الفوز، وعشان يقول لك ان انا بحتفل بالقضيه ممكن الجمعه ال 148 هرجع اكررها تاني يعني معلش استحملها، هي خلاص هي جمعه واتحسبت عليك يا صاحبي، وكل جمعه للاسف هنفضل نفكرك بيها، وحاجه طبعا الله يكون في عونك، الله يكون في عونك والله يا صاحبي. المهم الف مبروك يا اهلاويه، ان شاء الله باذن الله البطوله السنه دي باذنك يا رب تكون حلفتنا برضو باذن الله، والاهلي يكون ربنا موفقه دايما كده في البطوله، وان شاء الله في الادوار اللي جايه ربنا يكرم. وبالمناسبه قبل ما انسى برضو في حاجه ثانيه مهمه برضو لازم نبارك لفريق بيراميدز المصري اللي هو النهارده قدر يفوز بنتيجه 6-1. مش عارف ايه الاحداث النهارده معاكم جايه شمال ليه يعني النهارده بيراميدز يكسب 6-1 وقفشه يجيب هدفين عشان خاطر يفكرنا بالقضيه ممكن، ويحتفل بالقضيه ممكن للجمعه ال 148. فمش عارف هل هي صدفه ولا في حاجه غلط ولا هي نوايا ولا ايه بالظبط. انا والله العظيم ما اعرف، انا عن نفسي ما اعرفش، بس هي حاجات غريبه بتحصل. الله يكون في عونكم فيها يعني. بالنسبه لنا الحمد لله الدنيا ماشيه تمام، وكل حاجه 100 100، وغير ذلك فكل حاجه يعني ايه خير ما يرام يعني زي ما بيقولوا. والحمد لله على المكسب، وربنا يوفق الاهلي دايما ودايما فرحانين باذن واحد احد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.